السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة ملح وحلو معلومة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم وصفة اقتصادية، كمية كثيرة إن شاء الله تجربوها، أنا متأكدة غادي تعجبكم. ميني كيك لذاذين وكيجيو واحد الخفة ما نقولش لكم. إن شاء الله جربوهم للعيد ديالكم ولا للكوتي لوليداتكم والعائلة ديالكم، أنا متأكدة غادي يعجبوكم. هنا غادي نحتاج نص كأس ديال السكر، غادي نحتاج لجوج بيضات وقبيصه ديال الملحه وواحد الساشي ديال الفاني. كنديروا هادشي هو الاول كنخدموه حتى كنشوفوا داك السكر بدا كيذوب لينا. غادي نحتاجوا نص كاس ديال الزيت، نفس الكاس باش نعبروا السكر غنعبروا به المواد الاخرى كاملين. شفتوني ضربت مزيان حتى غادي نحس بهذاك السكر ما بقاش. اللي غنبدا نزيد من العناصر الاخرى. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي كاس لاروب ديال الحليب. بالنسبه للزيت كنضيفوه بحال هكا بشويه بشويه وحنا كنخلطو حتى كينسجم لينا مع داك البيض. كيف العاده انا تنقول ديما المقادير يكونوا بحراره المطبخ كان احسن. البيض يكون ما يكونش كاين في الثلاجه. صافي هنا غادي نحتاجو للدقيق، غادي نحتاجو الكاس ونص، وغادي نحتاجو جوج ساشيات ديال الكاكاو، وواحد الخماره من فئه 11 غرام. من طبيعه الحال النواشف كامله كنغربلوها صافي، وغادي نضيفوها وغادي نخلطوا بهذا الشكل هذا حتى كندخلوا هذاك الدقيق كامل في العجين ديالنا. كنكونوا خدينا المولات اللي الا كانوا عندكم بحال هادو اللي كيكونوا فيهم ديك التقيبه الوسط ديال المول العجيب ديروهم، ولا كانوا عندكم اي مول نتوما كديروه. انا هنايا خديت 12، غتخرج لينا هاد العجينه اللي عطيتكم جوج بيضات غتخرج لينا 12 الحبه. كناخذ واحد الملعقه وكنحاول ندير نفس العبار. انا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق صافي. غادي نعمر على هذا الشكل حتى غادي نكمل القوالب ديالي كاملين. كندخلوهم يطيبوا، ما كيديوش لنا وقت طويل، تقريبا واحد 12 دقيقه فران على 180 درجه. كنخرجوهم وكنخليوهم يبردوا وغادي نديمو ليهم. غتشوفوا معايا فاسيلمون كيتحيدوا، وغادي نديروا لهم واحد الطريقه ديال التزيين. نتوما بالنسبه للتزيين نتوما عندكم الاختيار، الا كنتو كديروا شي كريمه وبغيتو ديروها ديروها، كنتو بغيتو ديروا لا كاناش ديروها، كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا غادي ندخلوهم يطيبوا ونتلاقاو من بعد. هنا تشوفوا معايا من بعد ما خرجوا لي ميني كيك ديالي كنحيدوهم من المول هكذا دغيا، كنضربوا بهم واحد شويه صافي وكيتحيدوا لينا. غنقلبوهم كاملين في هذيك اللاطه ديالنا، عاد غادي ندوزو باش نزينوهم.
انا التزيين هنايا خديت زبدة اللوتوس اللي خديتها وسخنتها في الميكرووند، درتها في واحد البلاستيك وغادي نجي نعمر بها. نتوما قلت لكم كديروا اللي بغيتو، ديروا كراميل ولا ديروا بحالي زبدة اللوتوس ولا ديروا شي حاجه الا كانت عندكم شي كاناش كي قلت لكم معتمده. نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا غنعمرهم بحال هكا كاملين وغادي تشوفوا معايا. غادي نجيو باش نزينهم، غادي ندير الشوكولاته البيضاء ندوبها، واحد جوج ديال الحبات ندوبهم في واحد البلاستيك، وغادي نديرو بيه داك التزيين هكا عشوائي. كيجيو زوينين شكلا وكيجيو رائعين مذاقا. صافي، انا كي قلت لكم غادي ناخذ شكلاط بيض، غادي ندير واحد الخطيطات هكا عشوائيين. احسن يكون دايب مزيان وما يكونوش فيه طريفات، لان انا دغيا دوزت عليه، دوزته في الميكرووند ما دارش ليا مزيان. صافي غادي تشوفوا معايا. غادي نكمل على هذا الشكل حتى كنكمل الميني كيك ديالي كاملين. كيجي واحد الشكل ديالهم اللي زوين رائع. ان شاء الله تعجبكم الفكره، تحضروها لوليداتكم كي قلت لكم ولا العيد ديالكم. كيجيو هكا زوينين فرديين، كل واحد كيهز وحده بلا ما كنقطعوا بلا ما والو. شكرا لكم، دمتم في رعايه الرحمن. نتلاقاو ان شاء الله في افكار اخرى، فيديوهات جداد. خليو لي تعليقكم وقولوا لي كيفاش جاتكم الفكره ديال اليوم، وبارطاجيو القناه الى كانت تستحق قناه مبتدئه. شكرا على الدعم ديالكم.